واحد زياره ديال اقليم بركان بمعيه السيد عامل صاحب جلاله على اقليم بركان، واللي شفنا عدد من المراكز الاجتماعيه اللي عملنا التدشين ديالها. كلفه ماليه مهمه جدا. كاين المركز اللي ب4 مليون درهم، 3 مليون درهم، 4 مليون درهم، يعني واحد الميزانيه مهمه اللي نازله في اطار تنزيل ديال هذه المراكز الاجتماعيه، هي في اطار تنفيذ توجيهات ساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، والاهميه الكبرى اللي كيعطيها للنهوض بوضعيه الاشخاص في وضعيه هشاشه. وهنا شفنا ايضا كنشتغلوا ايضا في اطار تنزيل البرنامج الحكومي والمقاربه ديال الدوله الاجتماعيه، فاحنا كنتكلموا على الدوله الاجتماعيه والتنزيل ديالها. فهاد المراكز شفنا كاين فيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كاين فيها يعني تحت اشراف السيد العامل، كاين المجلس الاقليمي، كاين مجلس المدينه ديال بركان. ايضا هناك جمعيات المجتمع المدني، شفنا جمعيه الخيريه، شفنا جمعيه الاتحاد الوطني لنساء المغرب وجمعيات اخرى، وكاين ايضا شراكات دوليه بحال يعني الشراكه مع الحكومه الجهويه للاندلس عبر الوكاله الاندلسيه للتعاون، وشركاء اخرين اللي ربما نسيتهم. هناك ايضا مكونات القطب التعاون الوطني ووكاله التنميه الاجتماعيه، وشفنا ايضا التدخل ديال مجال اللي هي لا اس دي ال او شركه التنميه المحليه ديال بركان، اللي هي كتشتغل على الدعم التقني فيما يخص الرقمنه. فتنشوفوا هذه المنظومه اللي هي منظومه ديال واحد المجال ان تيريتوار اللي تسير وتدبر باعتماد الرقمنه. Parce que parfois on se retrouve dans le monde rural. ما كتعرفش راسك فين راك. كاينه اون بيست كتلقى 4 ديال البيست خارجين اللي اون سي بلو اسكوني، ما كانش كاع الريزو خلاص. سي سا. دونك حنا على الاقل كاين هاد لي بلاك اللي كيدير فيهم هذا كيتصاوبوا بهذا غرافي، دونك باش يبقاو داك لو موديل ديال بحال كنشوف لا بلاك نورمالمون سي سيلا. على بالك ça garde il est intégré, il s'intègre dans l'environnement. Ou avec ça donc déjà on sait la destination. On a 800 plus de 800 plaques à mettre. وهاد لي بلاك هادو راه ما كانش عندنا السيك انتيغري. On saurait pas où les mettre, on saurait même pas le besoin. Mais c'est donc voilà. C'est ça. Les écoles, les administrations publiques. اليوم وقعنا شراكه مع السيد العامل ومع مكونات القطب التعاون الوطني والتنميه وكاله التنميه الاجتماعيه، وايضا من جهه يعني السيد العامل ومجال يعني شركه التنميه المحليه، اللي الهدف منه هي كيفاش غنستعملوا هذا الرقمنه لخدمه ادماج الاشخاص في وضعيه صعبه، ادماج النساء، خلق المقاوله النسويه والمقاوله بصفه عامه بالنسبه للاشخاص اللي هما سواء في وضعيه هشاشه، واللي تيدخل في هذا الادماج هو المركز الرقمنه اللي شفناه اللي لو سونتر سي 3 زي، يعني مركز الادماج والابتكار والحضانه الاندستريال يعني الصناعيه. وشفنا ايضا الحل ديال ملي كيكونوا عندنا ايضا اشخاص اللي ما عندهمش فين يسكنوا، ما عندهمش، فخدمنا على واحد المقاربه جديده ديال واحد سكن اجتماعي اللي كيخليهم انهم في الفتره اللي ما عندهمش فين يكونوا تيقدروا يسكنوا تما، تيقدروا يستافدوا من هذاك الايواء. السيده الوزيره برفقه السيد المدير تاع الوطني والسيد عامل صاحب الجلاله على اقليم بركان، اللي هو مشروع اللي الموضوع ديالو هو مشروع دعم وتاهيل الاطفال في وضعيه صعبه، اللي هذا المشروع اللي الهدف منه هو توفير واحد المجموعه ديال الخدمات لفائده هاد الاطفال في وضعيه صعبه، سواء اطفال متخلى عنهم او اطفال الشوارع، اللي كيوفر لهم واحد المجموعه تاع خدمات من بينهم الايواء، تنميه القدرات، الانشطه الترفيهيه، اللي باش يعاونهم ويساعد هذه النوعيه ديال هذه الفئات الهشه باش يساعدهم على الاندماج داخل المجتمع ديالهم. اليوم لنا الشرف انه جي السيد وزير التضامن والاسره تدشين دار الطالبه اللي هو مشروع تم بشراكه مع
بلدية أكليم، مبادرة وطنية التنمية البشرية، التعاون الوطني، واحد المشروع اللي كيهم الفئة ديال الفتيات في وضعية الشاب بدائرة أكليم، غادي يسيب لي الفتيات ديال الدائرة ديال أكليم بصفة عامة. والحمد لله هذا مشروع انتظرناه منذ البدء ديالو، واليوم ان شاء الله غادي يبدا يعطي الثمار ديالو. اليوم تمت اعطاء الانطلاقه بحضور معالي السيده وزيره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره والسيد العامل اقليم بركان، وكذلك السيد مدير التعاون الوطني ورؤساء المصالح الخارجيه، وكذلك فعاليات المجتمع المدني. المشروعين اللذان تم تدشينهما كلفوا واحد الغلاف مالي قدره حوالي 7 مليون ديال الدرهم، واللي ساهمت فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي مليون ديال الدرهم في الشق المتعلق بالتجهيز. فهاد المشروعين بزوج كيندرجوا في إطار كما قلت المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في البرامج ديالها الجديدة اللي هما برنامج الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة. هذا الشيء كيهم دار الطالبة بأكليم، وهذه دار الطالبة هذه كتستهدف الفتيات المحاضرات من الوسط القروي من أجل يعني استكمال الدراسة ديالهم باش يعني يحاولوا أنهم يكملوا الدراسة ديالهم في ظروف حسنة.